السلام عليكم، صباح الخير خياتي. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده ومهنيين يا ربي الكريم. اصبحنا واصبح الملك لله. مرحبا بكم في قناه لا بلونش جزائريه مقيمه بفرنسا. يوم جديد ان شاء الله. ما كاش حاجه تحير المرايا البنات كيما واش دير الفطور كل يوم كل يوم كل يوم يعني الروتين، لكن الحمد لله. واش نقول لكم البنات، اليوم ان شاء الله عندنا وصفتين باش ما نطولش عليكم، يعني سهلين جديد حاجات، يعني وصفه بسيطه سريعه التحضير، وصفه جزائريه تقليديه يعني 100% تقليديه، خفيفه تحضر ليه ومطلوع تاع الفرينه يعني بلاد ليك نوجدوه ان شاء الله. ما نطولش عليكم البنات، مرحبا بكم. اذا عجبتكم القناه ابونيو وديروا لايك. يلا معنا نحضروا الوصفه مع بعض. نبداو بسم الله بركه الله. نبداو اول حاجه نبداو بالمطلوع تاعنا تاع الفرينه، يعني ساهل بزاف يوجد ليه يعني ما يطولش معايا البنات. انا حنديرو في البيتخان. نتوما اذا حبيتو ما ديروش في البيتخان خمروه زوج ولا 3 مرات. انا هنا حنديرو في البيتخان باش نخمرو غير مره خاطر ما عنديش الوقت، لازم نروح نجيب ولادي من ليكول. هاي لك هنا خديت 3 كيسان بهدايا، يدير لي زوج خبزات موين، يعني هذيك هي القيس. ناخذوا عندنا مغرفه كبيره نتاع لا ليفور، هايديك نديروها داخل. نزيدو فوق لا ليفور هذيك نديرو شويه سكر فوق لا ليفور كما كتشوفوا. ما على باليش البنات الا كتشوفوا نصدم لكم. فوالا لا ليفور حطينا فوقها السكر. نزيدو شويه باك تاع الزيت ماشي بزاف، هكذا قسم مغرفه، ونبداو نشمخو بالعقل العجينه. ما نديروش الملح دوكا البنات. من بعد عندي كاس هكذايا، عندي كاس تاع الماء اللي كيلت به لا فارين باش نعطيكم سوا المقادير. نديرو بالعقل هكذايا نشمخو. بنات انا حندير في البيتخا وحنستعمل هذا، ما كانش تعدنوا العجينه جوست باش يدربها لي. هدايا واحد 2 ولا 3 دقائق كي تعجن العجينه نشوفوها مع بعض. البنات بعد حوالي 2 دقائق هكذا كيتعجنت لي شويه العجينه. شوفوا ها مازال ماهيش متلوقه، شاده روحها شويه. شوفوا واش نروحو نديرو لها، نزيدو الملح، وهذا الملح هو اللي حنجرو به العجينه مع شويه تاع الماء. داكوغ هكذا نزيدو لها شويه تحت تاع الماء هكذا. نبداو نغلطوا عليها البيتخا، نخلوها تعاود 2 دقائق اسمين يطم مليح والملح يتخلط مع الماء، ترجع العجينه ونعاودو نشوفوها. هايليك البنات بنت بعد ما عجنا العجينه نقول واحد 2 دقائق هكذاك. هايليك كتشوفوا العجينه هايليك ولات تلصق في اليد، تلصق في اليد شويه. ما تخافوهاش، غير بالماء برك نهبطوها شويه ما دافي هكا في يدك، واللي ما قدرتش تاخذ شويه زيت. شوفوا نحطوا كامل العجينه تاعنا هكذا هايليك. فوالا هايليك استعينوا فقط هكا باش راكم تشوفوا. ايوا هايليك فوالا عجينه هايليك البنات راكم تشوفوا. فوالا نخلوها هكذا نسقموها برك بيدنا ونخلوها نغطيو عليها هكذا. نديرو عليها الكرسي وزيدوا عليها طرشونه ونحطوها في مكان دافي. كما انا حنطيب هنايا قدامها شطيحه تاع الدجاج حتكون هنايا دافيه، نخلوها حتى يتضاعف الحجم ديالها ونعاودو نشوفوها مع بعض. البنات بد ما يتخمر العجينه ديالنا نخلوها تضاعف حجمها طرونكيل، نروحو نوجدو شتات حاجات سهله مهله تاع يعني نسا سورتو الخدامات اللي ما عندهمش الوقت، اللي فوالا عندهم دراري صغار شويه، هذه سهله خفيفه. هايليك شوفوا عندنا هنايا توم، انايا رحيتو في الاشواق. على بالي بلي كاين بزاف يقولوا لي درسها لازم تدرسيه المهراز، صراحه عندي مهراز وهذه تاع ليه يعني. هنا عندنا البنات ملح، فلفل كحل، راس الحانوت والعكري. هذا واش ندير انا صراحه، هذا واش ندير. اللي تحب الكمون دير شويه كمون. هنا درت شويه بيغ دو طوماط، هنا ديت رومبلاسي. اللي عنده حبه طوماطيش كبيره يسكرفجها ويديرها خير. وعندنا تانيت هايليك ندير شويه نتاع هايليك طماطم مصبره، فهمتي شويه مغرفه هكذايا. بعد نشوف هادية نحكموا تانيت البنات الزيت. هنا شويه شطيت حتحب تجي شويه مزيته على كل حال، سامحوني ما نحطش البوشون. الوغ شوفوا واش حندير واحده هكذا زوج. فوالا هادي تحب تجي شويه مزيته. داكوغ نخلوها على نار نخلطو مليح
باش يدخل كامل الدرسات، تدخلنا في كاع الدجاج ديالنا ويجينا بنين. هي دو بريفيرونس البنات. شوفوا الا كانت ميم المراه عامله ولا ما عندهاش الوقت، ديرها دوزنها في الليل وطيبها للصباح، والا كانت حطيبها العشاء تنوض الصباح دوزنها خليها هكا تشرب في الفريجيدار، وكي تجي العشيه راهي ديرها. بصح انا صراحه ما ديسيديتش حتى للصباح باش ندير الوغ تاع فيت الوغ فيت هكذا، معليش. المهم وجدوا الفطور، بحكم ان ولادي يجوا يفطروا في الدار نشعلوا عليها نار هاديه، يعني ماشي هاديه، على 5 هايليك، ونخلوها كي تتقلى مليح نعاود نولي لكم. بعد ما خمرت وضاعف الحجم تاعها البنات، حنكسروا لها الخمور غير هكذا. شوفوا هكذا نحو لها كامل هادوك الخمور في الزايد ديالها. فوالا فوالا البنات كيما راكم تشوفوا، بعد ما كسرنا لها الخمور نروحوا نقرصوا العجينه. نقسموا العجينه على زوج، استعينوا برك بشويه ماء. هايليك نروحوا نقرصوا العجينه كيما راكم تشوفوا. ها تجي سهله يعني في الخدمه ماشي بعرة. انا درت غير 2 خبيزات وانتم كيما اللي تحبوا. هايليك نحطوها داخل السميد كيما راكم تشوفوا. انا استعنت هنا بالسميد، حنرمدها في السميد داكوغ، وانتم كيما حبيتوا. فوالا هايليك الخبيزه الاولى. اوبس، ونزيدو شويه في الماء فقط، واللي ما تقدرش بالماء البنات تستعين بالزيت. انا درت 2 خبيزات. فوالا هامليك شويه كبار، ولكن باش نزرفت درت 2 خبزات شويه كبار البنات، باسكو انايا هنايا عندي تاع تريسيتي ولازم نطيب فيت في، سينو من بعد تيك النار تعاود تنقص. هذا هو العيب تاع تريسيتي. هايديك بنات نزيدو نديرو هنا شويه باش ما يسقناش شويه، ونفتح نخليهم هكا يريحوا واحد 2 دقائق برك ونبداو نحلوه. هامليك البنات بعد ما دازو 2 دقائق خليناهم يريحوا، نبداو نقرصوا الخبزه الاولى، هي الاولى اللي بدينا بها بالعقل هكا، ونحلوها ما تكونش خشينه بزاف البنات، خلوها شويه رقيقه. خبز تاع الفاينه يحب يكون رقيق. ونزيدو معنا الخبزه الثانيه هايليك بالعقل ندوروها، ونزيدو نعاودو نقلبوها، واشاك فوا نديرو السميد باش هكذاتك ما تلصقناش فوق الطرشونه. ها ولي كيفاش. وخبز تاع الفاينه البنات ماشي مليح ديروه بزاف خشين، باسكو ما يجي معجن، ماشي كيما تاع السميد. هذه حاجه. فوالا نغطوا البنات، هايليك شوفوا نغطوا هذا مكان ونخلوها تخمر على خاطرها، ونشعلوا من بعد الطاجين يسخن مليح ونشوفوها. بعد ما تقلات لنا البنات الشطيحه اللي كنا درناها من قبيله، هايليك شوفوا، هايليك البنات شوفوا تقلات مليح واحد الريحه يا البنات، واحد الريحه هايله والله. هذا البنات هايليك واش نديرو نمرقوا، ما نمرقوش بزاف البنات. البنات يجي يطيب ليه مليح الدجاج، يطيب ليه مليح. نشوفوا هكذا، نشوفوها مع بعض. ايوا نسيبها شويه برك يحطب على خاطر. فوالا هايليك البنات اللي مرقت الشطيحه. هايليك شوفوا البنات، انا هنا ما رانيش حندير الحميصه داكوغ، انا هنا مانيش حندير الحميصه باسكو عندي الحميصه طيبه، تما نديرها في الاخير هكذا، نغلقوا عليها ونخلوها على نار متوسطه حتى طيب وتجمر لنا. الله هاوديك البنات بعد ما خمروا لنا الخبز ما تخافوش، ارمي هكا اوبس اللي ما تعرفش، ونبداو هايليك ندير ونحطوه في الطاجين. هايليك البنات حطينا الخبزه في الطاجين، ما نمسوهاش حتى تبدا تشد روحها شويه من تحت وتنفخ، من بعد نقلبوها. هايليك البنات بعد ما شديت روحها الخبزه نحكموها هكذا نقلبوها. هايليك سهله مهله، ما تخاف بنات الصغارات اللي يتعلموا. هايليك سهله مهله. دركا نقعدوا نخليها شويه ونقعدوا نحركوها باش تطيب لنا في كاع الجهات، سورتو معنا اللي عندي لا بلاك تريسيتي ماش طيب كيما الغاز احسن. فوالا نخلوها شويه تريح، نقلبوها ونشوفوهم من بعد كيطيبوا. ومن الجهه اللي من هيك البنات هايليك شطيحه راهي قريب الطيب، ما قعدلهاش بزاف يتجمر. ستها الحميصه اللي قلت لكم انا عندي طيبه. هايليك هذا وين درتها. فوالا
نخلوها تتجمر معاها باش تاخذ البنه تاع لاصوص حتى تشرب لنا شويه لاصوص، ومن بعد تيك نحطوها. هاوليك بعد ما طبينا الخبز البنات، هاوليك حمرناه من زوج جهات كما راكم تشوفوا. هاوليك حطيناه يبرد هكذا فوق السيار ولا غربال واش عندكم باش يتنفس وما يتعجنناش. الطبق تاعنا اليوم هو واجد، ان شاء الله ينال الاعجاب تاعكم وتكونوا ديتوا فكره باش ديروا الغداء ولا العشاء ديالكم. انا ما كان وجدته يعني على السريع، يوجد في وقت قصير. ان شاء الله ينال الاعجاب تاعكم، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. شهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.